بعد غياب دام أكثر من عشريتين عن دخولهما غمار الرئاسيات، حركة مجتمع السلم والأفافاس تقرران المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر المقبل. فجبهة القوى الاشتراكية لمؤسسها الراحل حسين أيت أحمد تعتزم طي قرار المقاطعة والمشاركة بتشبيب الحزب في شخص أوشيش يوسف حسب ما يراه مراقبون. قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر 2024 إذا كانت الظروف مهيئة، وذلك عبر تقديم مرشح من الحزب. حمصية الأخرى تشق الطريق نحو صندوق الانتخابات بعد مقاطعة وغياب طويل، إذ تقرر دخول الرئاسيات في حزب إسلامي أنهى سيناريو الغياب بترشيح مجلس الشورى للشريف حسني. لما تكون لصالح الوطن لا تعني أن هذه الحركة تنازلت على خصوصياتها أو على خطها أو على توجهاتها، بل هي تريد أن تؤكد للرأي العام الوطني والمحلي والدولي أنها جزء من هذا الوطن وأنها تتمسك بوحدة الوطن. تاريخ سياسي للحزبين المعارضين يفسره مراقبون في عودتهما والمشاركة في الرئاسيات بعد أن كانت المقاطعة لصيقة بهما، نظرا لتاريخهما السياسي الراجع للمؤسسين حسين أيت أحمد ومحفوظ نحناح.